خيرية فوتي على اوضتك، الله يرضى عليكي، مو ناقصينك نحن كمان. معلش مرت عمي، انا ما عندي لي قاعده بهذا البيت. يا عمي الله يرضى عليكي، كبري علاتك كبري علاتك، ولا عم تساويها هلا ما بصير. معلش عمي بدك تسمح لي هي المره، لانه كل شيء صار كوم، واللي صار هلا كوم تاني. لك يا بنتي معك حق، والله معك حق، بس لا تتركينا برضاي عليكي. شو ساوي يا مرت عمي؟ روح جيب له الشيخ مشان يكتب له الكتاب. عمي الله يرضى عليك استني شوي. خيري انت مثل بنتي، بدك تروحي والحق معك وانا معك كمان، بس بدي منك شغله واحده. امرني عمي. بدنا ما نجيب سيره عن اللي صار هون بهالبيت، الله يرضى عليكي. حاضر. ابو الخطور خير؟ كنت جاي احكي معك جوز كلام. ونحن ما بدنا نسمع عمي، الله معك. لا خاطر، هيك عم تحكي مع اخوك وحبيبك وصاحبك؟ قلت لي صاحبك؟ صاحبي ما بيعمل عملتك لك عقيد. بعدين ابوك متجوز عوينيه وانت خاطف وحده، ونحن اولاد مربى وطرينا وممشانا بقرنه تاني، ما بتناسبونا عمي، ما بتناسبونا. السلام. خاطر انت اكيد عم تمزح معي، انا ما عم صدق اللي عم بسمعه. عم تمزح؟ لا صدق، صدق عقيد. صحيح نسيت اقول لك، روح وفي ديونك. صباح الخير يا ابي. وين ابوك؟ والله يا ابي ما شفته، يعني ما بعرف وينه، رحت لعند بيت ابو محمود كمان ما لقيته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين كنت؟ كنت عند خاطر يا ابي. لك شو اللي اخذك لعند خاطر؟ لانه يا ابي خاطر دري، خيرين قلت له. كمان يا ابي خلينا نخبره الحكيم موسى، نخبره معلش. اخي خليك قاعد انت ببيت ابو محمود، بعدين بنشوف شو بدنا نسوي. طول بالك يا ابي، كل شيء له حل. انسى الايام.